الأسرار دايما محل اكتشاف، والاكتشاف دايما مربوط بالمعرفة والتفكير. موضوعنا النهاردة عن سر من أسرار الفراعنة. السر اللي خلى الفرنسيين يحتاروا ويقعدوا 23 سنة يحاولوا يفكوا لغزه ويفشلوا، لكن لما ظهر العالم شامبليون اتحولت الرحلة من فشل لنجاح. لما اكتشف الفرنسيين حجر رشيد سنة 1799 عرفوا انه مكتوب بثلاث لغات: الهيروغليفية، الديموتيقية، واليونانية. والعلماء قدروا يقروا الجزء اليوناني لانه مكتوب بلغة معروفة، فبدأوا يقارنوا بين النص اليوناني والنصين التانيين عشان يعرفوا معنى الرموز. لكن محدش قدر يفك اللغز إلا شامبليون بعد حوالي 23 سنة. تفتكروا إيه السر؟ وليه هو الوحيد اللي قدر يحقق اللي العلماء ما قدروش يعملوه؟ أول حاجة، لاحظ شامبليون إن في النص الهيروغليفي رموز محاطة بإطار بيضاوي اسمه خرطوش. تاني حاجة، عرف من النص اليوناني إن الجزء ده فيه أسماء الملوك. قبل شامبليون كان فيه علماء كتير حاولوا يفكوا اللغة الهيروغليفية لكنهم فشلوا، لأن محدش كان يعرف إن الرموز الهيروغليفية ممكن تمثل أصوات مش بس صور. يعني مثلا رمز الطائر مش دايما معناها عصفور، ممكن يرمز لحرف أو صوت. وسر نجاح شامبليون الحقيقي إنه فكر بره الصندوق عكس باقي العلماء، وسأل نفسه سؤال بسيط لكنه عبقري: طب لو الرموز دي بتمثل أصوات مش معاني؟ ولو المصريين القدماء كان عندهم أبجدية صوتية زي باقي اللغات. ومن هنا بدأ يدور على أسماء ملوك البطالمة المعروفين المكتوبة داخل الخراطيش البيضاوية اللي بتحيط بالأسماء الملكية. ومن هنا اتحولت الرحلة من فشل لنجاح، وقدر شامبليون بعد 23 سنة من المحاولات اللي فشل فيها العلماء الفرنسيين إنه ينجح أخيرا فك لغز حجر رشيد. التفكير دايما هو الحل لكل الأزمات، وهو سر الاكتشاف والوصول للحقيقة. والتفكير المختلف هو سر كل النجاحات العظيمة والمميزة.